دلوقتي هنتكلم في الحلول اللي هنتكلم فيها هي حلول تنفع للطفل المتنمر والطفل المتنمر عليه. هنتكلم على حلول بس هتوصلنا في الاخر لنتائج باذن الله اللي احنا عايزينها. ايه هي الحلول اللي بتتعمل النهارده من الاهالي عشان يمنعوا التنمر على اولادهم؟ الحل الاولاني اللي بيعملوه الاهل انهم يتواصلوا مع اهل المتنمر، والمدرسه من ناحيتها بتعمل ارشادات وندوات توعيه للاطفال وللاهل عن التنمر. بس هل الكلام ده بينفع؟ هل التنمر على ابنائنا بيقف؟ بس احنا الحل بتاعنا هيبقى حل سهل. الحل عبارة عن لعبة زي اللعبة اللي بيعملوها الكشافة في المعسكرات، بيسموها اللعبة الكبرى. هدف عايزة توصل له، ما احنا نحط ايجابيات في الاطفال بتاعتنا عشان التنمر حتى لو جه وحتى لو ما عرفناش نمنعه، الاطفال بتاعتنا تبقى اقوى من المتنمر وتعرف هي اللي تسيطر على التنمر اللي هو بيعمله، او ما تتأثرش الاثار السلبية اللي بتتأثر بيها الاطفال اللي ما عملوش الحل اللي احنا هنتكلم عليه ده. ايه اهداف اللعبة؟ الاهداف بتاعت اللعبة دي اول حاجة تحمل المسؤولية، تاني حاجة القدرة على الكلام قدام الناس بدون خوف، القدرة على التعامل مع الآخرين، تقبل الآخر زي ما يبينوش أحاسيسهم قدام اللي ما ينفعش يشوف إحساسهم ده. بس مش دول بس التقنيات أو المهارات اللي هيكتسبها الطفل من اللعبة دي،